بيلتقي منتخب المغرب مع أسبانيا باستاد المدينة التعليمية في إطار منافسات دور ال16 لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر، وبتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري. وتأهل المغرب لدور ال16 كأول المجموعة السادسة التي ضمت كل من كرواتيا وبلجيكا وكندا. وافتتحت المغرب مباراتها في المونديال بالتعادل مع كرواتيا، ثم الفوز على بلجيكا، ثم الفوز على كندا في الجولة الأخيرة. وتأهل منتخب أسبانيا إلى هذا الدور بعدما احتل المركز الثاني. وبتنطلق مباراة المغرب وأسبانيا في 5 مساء بتوقيت القاهرة و6 مساء بتوقيت السعودية. وبتحتل المباراة اهتمام كبير، خاصة أن منتخب المغرب هو المنتخب الوحيد المستمر في فعاليات بطولة كأس العالم بعد خروج قطر وتونس والسعودية من منافسات الدور الأول. وبتبث مباراة المغرب وأسبانيا على مجموعة قنوات بين سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم في منطقة الشرق الأول. وبتنقل المباراة بين سبورت ماكس 1 وعلى قناة الكاس. والتقى منتخب المغرب وأسبانيا في النسخة الماضية لبطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا، وانتهت المباراة بينهم بالتعادل الإيجابي 2-2 ضمن منافسات المجموعة الثانية.